توقعاتكم للماتش؟ 3-1 سوريا ان شاء الله باذن الله. توقعاتكم للماتش ان شاء الله؟ يصفر ان شاء الله. بحول الله. لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيا الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب كما تشوفوا وصلنا إلى ملعب أحمد بن علي. ملعب أحمد بن علي طبعا هو الملعب اللي باش تكون فيه مواجهة تونس مع منتخب سوريا. تفصلنا تقريبا الآن شباب ساعتين. الجماهير بدأت تتوافد كما تشوفوا، برشا جماهير قاعدة تدخل للملعب، فإن شاء الله حظ موفق لمنتخبنا الوطني التونسي. المنتخب السوري صراحة يعني منتخب قوي. مواجهتنا معاه 11 مواجهة، 5 انتصارات لمنتخب تونس و5 انتصارات لمنتخب سوريا، تعادل وحيد بين الفريقين وبين المنتخبين. فإن شاء الله يا شباب نشوفوا منتخبنا إن شاء الله ينورنا في هذه المباراة. إن شاء الله حظ موفق طبعا لمنتخبنا ونشوفوا أهداف بإذن الله تعالى. هذه هي الجماهير السورية طبعا أيضا قادمة قاعدة تجي تتوافد إلى الملعب. تقريبا أغلب الجماهير التونسية الموجودة هنا. طبعا شبابنا إن شاء الله شدينا الصف وباش ندخلوا بشوي بشوي للمباراة للماتش. إن شاء الله حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي. نحضروا نجهزوا في التيكي وندخلوا إن شاء الله للملعب. هاي الجماهير الكل. شباب ما خلوناش ندخلوا المايك، مش عارف الصوت من بعد كيفاش باش يبان لكم، باش يكون واضح ولا والله ماني عارف. يعني المفروض هي معدات التصوير التلفزية هي الممنوعة، ما فهمتش علاش منعونا يعني جست مايك نتاع التليفون. الله غالب شوف شنو نعملوا. امورنا في الحفظ والامان، في الحفظ والامان. مش عارف الصوت اللي باش تولوا تبقوا تسمعوني ولا ما نعرفش. فتأكدوا اللي الصوت باش يكون خايب شوي طبعا في الاستاد داخل الملعب هنا. باش ندخلوا تو بإذن الله تعالى. خلينا تبش طبعا تبشنا نلقوه المايك في الحفظ والأمان. هنا قطر بلد الأمان. أمر غالب خلوناش ندخلوا بالمايك، ما فهمتش علاش. فهمت شنو هو يمكن يخافوا على البثوث وعلى البثوث الحصرية وكذا. مش نعرفوا احنا. المهم يلا نشوفكم شباب ان شاء الله داخل الملعب. الان صرنا قربنا اكثر من الملعب. كل ان شاء الله مربوحه ان شاء الله يا شباب. يخدينا عليهم زاده تشجيع ان شاء الله مع المنتخب جيسكوبو الى اخر نفس ان شاء الله. شوفوا هنا الجماهير السورية والتونسية. الولاد نسألكم سؤال، توقعاتكم للماتش ان شاء الله؟ يصفر ان شاء الله. بحول الله. 2-0 ان شاء الله مربوحة الولاد ان شاء الله. ايوه السلام عليكم. توقعاتكم للماتش؟ 3-1 سوريا ان شاء الله باذن الله. 2-0. 2-0 لا 2-1. يلا بنشوفوا يلا ان شاء الله بالتوفيق. يلا السلام عليكم. توقعاتكم للمباراة؟ توقعاتنا اكيد سوريا. اكيد. كم النتيجة؟ يلا 2-0. هو ربحتونا 5 مرات وربحناكم 5 مرات في ماتش تعادل. يعني اليوم لازم يكون الفيصل يا إلنا يا إلكم. ان شاء الله. ان شاء الله حظ موفق. ان شاء الله. شكرا. بون لهني شباب كما تشوفوا والله ضحكني الراجل بقى كيفاش درت له يعني وخذت منه التصريح تحسني باش نبركيه. يلا نكملوا مع بعضنا. ان شاء الله مربوحة طبعا. خويا توقعاتي الماتش ان شاء الله. لوليد السلام عليكم. نسألكم توقعاتكم الماتش. ان شاء الله 1-0 ان شاء الله. وانت اخويا؟ ان شاء الله باذن الله. توقعاتك اخويا للماتش؟ 4-2 ان شاء الله اخويا ان شاء الله. تبيه كلها للمنتخب باذن الله. فما الاغلب تقريبا على الفيسبوك عملت البث توقعوا 3-0. خلينا نشوف. جماهير سوريا توقعاتكم الماتش اخوي؟ والله مربوحه اخوي. قديش حسب رايك النتيجه ان شاء الله؟ 2-0 تونس. الولاد السلام عليكم. نسألكم على توقعاتكم الماتش اليوم. 2-1 ان شاء الله. الله نستر. معايا اكثر حس بتاع المباراة. تصور الصوت يكون
مش ولا بد. المهم يا شباب نعود عليكم باش تدعمونا باللايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس. يلا نشوفكم داخل الملعب. ما شاء الله تشوفوا النظافه يعني في قطر موجوده، حتى المصليات في الملاعب يعني تبارك الله، ما حتى الوقت يعني ما يفوتكش باش تصلي صلاتك. انا الملعب اذا يا شباب، ورانا ملعب احمد بن علي. الاولاد يسخنوا بشرة دحمان. يا شباب كما تشوفون اللاعبين الان طبعا الاولاد يعملوا في عمليه احتمال دخلوا يا شباب. حراس المرمى لاعبين. حسب رايكم شكون يكون رجل المباراه؟ انا بصراحه يعني نستنى في اداء كبير ان شاء الله من هو الجوهره الشاعري ان شاء الله. يفرض بصراحه روحه مع المنتخب ياسر الغربي طبعا. ما شاء الله لمساتها يعني بصراحه لمساتها اسماعيل الغربي الحبيب يا معلول كاكا في التقرير. رقم 19 نمبر 19 فراس شواط. سيطر على المباراة، لكن يا شباب مازال ما فماش حتى هدف. المنتخب السوري يلعب متخفض نوعا ما. المنتخب التونسي قاعد يهاجم اكثر. خلينا ان شاء الله نشوفوا اكثر فرص يعني حتى التسجيل. مازال يعني ما فماش فرص، مازال ما فماش فرص حقيقية يعني، لكن المنتخب يعني حاليا افضل من منتخب سوريا يعني بصراحة. اول مخالفة خطيرة للمنتخب السوري تقريبا بصراحة ربي يستر يعني. منتخبنا الوطني مسيطر هيك اخر دقيقة مخالفة هيك يعني في المسافة هذه ما لازمهاش تعطاها قيمة. سلامات عدت سلامات. يلا فرصة خطيرة. يا ربي بوتو يا ربي بوتو يا ربي يا ربي يا علي يا ربي يا علي. معلول تجيبها. خطيرة. ما نكذبش عليكم شباب، بعد تقريبا نهاية الشوط الأول فينا خرجنا لحظة كلينا ورجعنا لقينا الشوط الثاني بدي مازال كبدي. نلقوا المخالفة على المنتخب التونسي اللي تم تسجيلها تقريبا. صراحة بعدها هي مصاطت اني باش نصور منها رش. الاداء متاع المنتخب بتراجع برشا على الاخر يعني مقارنة بالشوط الاول.
فما عادش متحمس برشا للتصوير، لكن أنا باش نعطيكم إن شاء الله خاتمة الفيديو. إذا هيك انتهت المباراة شباب للأسف بخسارة المنتخب الوطني التونسي هدف ل0. حرام صراحة إنه الجمهور هذا الكل اليوم اللي حضر يروح دون فرحة، يروح حزين بعد الخسارة هذه. أداء هزيل تقريبا لمنتخبنا الوطني التونسي، اللاعبين تقريبا ما شفناش خلق للفرص، ما شفناش لعب يعني تقريبا مع بعضهم، ما شفناش يعني لعب متناسق بين اللاعبين. مانيش عارف، يمكن اللاعبين يعني عارفين فما نقص في التشكيلة، مش التشكيلة الأساسية اللي لعب بها منتخبنا الوطني التونسي. لكن بصراحة على الأقل ما كناش نخرجوا بصفر من النقاط في مباراة كما اليوم. يعني تقريبا المنتخب السوري ليس بالمنتخب القوي، خلينا نقوله منتخب محترم، عرف علاش يلعب، عرف يستغل الفرص. جاته فرصة تقريبا وحيدة مخالفة سجلها، احنا تقريبا خلقنا شوية فرص، خاصة الشوط الأول كنا أفضل بكثير من الشوط الثاني. مانيش عارف للأسف مردود يعني كان مخيب للآمال من اللاعبين. إن شاء الله في المباريات الجاية، المباراتين الجايين ما زالوا لنا مباراتين مهمين جدا. إذا يحبوا طبعا اللاعبين، إذا يحبوا أن نواصلوا في البطولة هذه، لازم انتصارين ضد المنتخب الفلسطيني والمنتخب القطري. مباريات باش تكون صعبة صراحة. خلينا نقولوا اللي اليوم يعني الوجه نتاع المنتخب ما كانش اللي ننتظروا فيه. آخر حاجة نقولوا طبعا مبروك للمنتخب السوري، انتصر ويستحق الانتصار في الأخير. هو يعني استغل الفرصة اللي جاته. هارد لاك لنا وهارد لاك للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله الماتشات الجايين أكيد لازم يفرحونا، لازم الجوارات يفرحوا الجماهير اللي قاصة هذه التكيات الكل، ولازم يفرحوا الجماهير اللي جت الكل تقريبا، حتى مش مقيمة في قطر، ناس جات من تونس، ناس جات مقيمة في بلدان أخرى. فإن شاء الله نتمنى أن تأهلوا للدور الثاني إن شاء الله الدور القادم. وتوا هيك يا شباب نكون كملنا الفيديو بالنسبة اليوم، وبقى لي كنقول لكم كان إلى اللقاء، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.